جيتكم بفيديو جديد يا جماعة. شفتوا انا عملت شنو؟ عملت الكب كيك الرهيب ده، زي كب كيك جاهز. شفتوا شكله بس في الصورة بالضبط، والطعم احلى كمان منه. يعني انتوا اسكروا وحتشوفوا وراكم وحتحكموا وراكم، يعني شي كده خيالي. يا قولوا شكرا نفسي بليز بس حلو. شفتوا الطراوة دي؟ تعالوا اوريكم كيف بيسووها. 2 كوباية دقيق، عندي كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن، معلقتين زبادي، 2 بيض، باكنج بودر وفانيليا والناترون ده محسن تبع الكب كيك يا جماعة. هنا جبت وعاء ضفت فيه البيض، 2 البيض مع رشة ملح، وضفت عليهم كوباية السكر القبيل، معلقة فانيليا صرف يعني. بعدين ضفت فيها بشرة ليمون عشان تديني كيك بطعم الليمون. هنا خلطته لما الليمون بقى لونه اصفر فاتح ده. ضفت كوباية الزيت القبيل ده خلطته، وضفت الزبادي، وهنا ضفت الليمون. يعني ما تخافوا البيض ما يحصل شي. هنا ضفت كمية الدقيق مع باكنج بودر والناترون القبيل. هنا تخلطوا بيدين بمضرب يدوي معلش. هنا تكب كمية الدقيق، تضيف على اللبن. شفتوا الحركة دي تخلي الكيك طري بطريقة ما حصار كله. هنا دخلت داك فرن. هنا جاي احضر بالكاكاو نفس المقادير، بس هنا الفرق شنو؟ انه انا ضفت معلقتين كاكاو. هنا عندي زيت، لبن، كاكاو، بن. كبيت اللبن وعليه كوباية الزيت. بعدين ضفت معلقتين كاكاو ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. اي قهوة عندكم يا جماعة استخدموها، تطلع طعمها احلى. لخبطته تمام، وضفته على خليط البيض مع السكر. يلا هنا لخبطته تمام. عمل شوية حركات يعني. بلخبط وقاعدة اصور. هنا لخبطته وضفت الكمية. شفتوا الطراوة دي؟ شفتوا الكيك بتكون كده لازم ينزل معاكم شوية، يعني ما يكون تقيل. ده اول دفعة طلعت يا جماعة. شوفوا بتقول لي السلام عليكم. شكل حلو والطعم احلى. شفتوا كيف؟ ما تنسوا تجربوها. لو عندكم اعياد ولا عيد ميلاد ولا انت كسلانة ساي قومي حسي وساويها، لانه بجد ما حتندمي. يعني شي رهيب جدا جدا. لو حبيتوا الوصفة ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان ننزل لكم كله جديد. يعني الكيك ده خرافي يا جماعة. باي، اشوفكم المرة الجاية. اوكي.